انا قررت اطلع واطالع لكم اللي بداخلي، ولأول مرة بحياتي. يعني انتوا بتعرفوني انا شخصيتي مو هيك، ما بحب احكي عن اشيائي الخاصة، حياتي الخاصة بحب خلاص اخليها بداخلي، وما بحب اطلع على العلن، ولا بحب ترند، ولا بحب هاي كل هالامور. بس اليوم انا قررت ولأول مرة اطلع احكي بحياتي، لانه قبل شوي انا قاعدة عم بلعب مع ادم وميرا انه هي في شيء مقلب. تمام، في معقوله هي الرساله تكون مبعوثه الي، لانه كلها كلمات بذيئه، يعني الرساله ابدا مو محترمه. هي رساله باللغه السويديه طبعا، بس انا راح احكي لكم مختصر. يعني الرساله انه مره ثانيه تطلعي تحكي عني بالسوشيال ميديا. انا ما حكيت عنك بالسوشيال ميديا، راح اجي انا شخصيا بتمك. فهمتي ولا لا؟ انتي وحده حيه وما بدي اشوف وجهك مره ثانيه. انا قاعده بجايز، انا بحالي ما عملت شيء، ولا حكيت عنهم، ولا عملت، ولا مع اني بتجيني كتير رسائل، كتير بشوف مقاطع على التيك توك، كتير، بس خلص انا سكرت على الموضوع. اليوم تجيني هي الرساله، يعني انا ما عم بعمل، انا عم بتفادى، انا ما عملت شيء، انا عم بتفادى وما عم بحاول اعمل اي مشاكل ولا اي شيء. يعني حتى بايفنت نور ستارز رحت، شفت كل العيله هونيك، سلمت على الام لاني انا بحترمها وبقدرها، وسلمت عليها، وانا كنت حابه يعني نرجع نتصالح، لانه احنا بالنهايه اهل، وعلى موضوع تافه قلت خلص يعني. فاليوم بتفاجئ انه هيك جايتني هالرساله. يعني انا شوفوا شلون عم بفكر باي طريقه، وهم شلون عم بفكروا باي طريقه. فانا بس حبيت احكي لكم انه اللي على السوشيال ميديا كله فيك، اللي انتوا الصوره اللي انتوا بتشوفوها كلها فيك. هاي هي الحقيقة، هي هذا اللي انتم ما بتشوفوه ورا الكواليس. تمام، يعني انا بتفادى، انا ما بطلع احكي، ما بحب اطلع اعمل بلبل وترند، مع انه انا في كتير مواقف صايرة معي، يعني معنا مع بيت بيوتي. مو العيد ميلاد، هذا العيد ميلاد موضوع تافه، في اشياء ثانية صايرة قبل العيد ميلاد، وانتم شفتوا بعض من هالشغلات، هي بس اشياء بسيطة. تمام، في اشياء ثانية انا ما بحب اطلع احكي عنها، لاني ما بحب الشوشرة، وما بحب احكي، وما بحب اعمل شيء. بس مع ذلك احنا بحالنا، يعني انتم شايفين الهجوم انا عم يجيني، يعني انا بحالي وما عم بعمل شيء، هي ما بعرف. فانا مثل المصدومه انه انا ليش هيك انه انا عم بتفادى، ليش الناس عم تجي تتهجم علي، تكتب لي هيك رسائل. انا شو عملت؟ انا لا قللت احترام، انا المفروض هي تحترمني، ما تكتب لي هيك رساله، لانه انا مرت خالها، هي اولا واخيرا. تمام، ونحن كنا بيوم من الايام، لك انا وياها كنا بستيز، يعني كانت تحكي لي امور وانا كنت احكي لها امور واسرار ما حدا بيعرف عنها. يعني هيك فجأة كل شيء ينمحي. يعني والله انه انا متفاجئة انه شلون هيك في ناس. هل جاوبتي على هالرسالة يا شهد؟ لا، ما جاوبت على هالرسالة، لاني بصراحة ما عرفت شو اجاوب. اوكي، اكون معكم صريحة، ولا تجوا تحكوا لي انه يستاهل العتب. فانتوا اللي بتشوفوا بالسوشيال ميديا، هي الصورة اللي انتوا شايفيها هي كلها فيك.